السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو، اللايك الجميل والاشتراك في القناة. أنا مش مجنون، وأنا عارف إن اللي هقوله دلوقتي مش هيصدقه حد، حتى لو شافه بعينه. بس أقسم بالله إن كل كلمة في اللي هتحكوه حصلت فعلا. ويا ريتني ما شفت، يا ريتني ما دخلت الأوضة يومها. كان يوم عادي زي أي يوم في البيت. أنا داخل من الشغل تعبان وراسي تقيلة من الزحمة والحر. وأول ما دخلت البيت سمعت صوت ضحك جاي من أوضة أختي سلمى. ضحك بس غريب، ضحكة مش طبيعية. ضحكة فيها صوتين، صوتها هي وصوت تاني. صوت تاني، تقيل خشن، وكأنه راجل كبير بيضحك معاها في نفس اللحظة. وقفت مكاني بره الأوضة، وقلبي بدأ يدق بسرعة. مفيش حد في البيت غيري وغير سلمى. أمي عند خالتي وأبويا مسافر من أسبوع. خبطت على الباب، مفيش رد. فتحت الباب بهدوء، ولقيت سلمى قاعدة على الأرض في الضلمة قدام المراية، وبتمسك تليفونها وبتكلم حد. بس الغريب مش ده. الغريب انها بتتكلم وكأن في حد بيرد عليها بصوت مسموع. صوت انثوي ضعيف، كأنه جاي من بعد، كأنه من عالم تاني. قلت لها: سلمى، بتكلمي مين؟ ما ردتش. لفت وشها ناحيتي ببطء. عينها كانت سودة سودة كلها من غير بياض. قالت لي بصوت مش صوتها: بكلم صاحبتي نسرين. انتي نسيتيها؟ نسرين. نسرين دي صاحبتها اللي ماتت من 6 شهور في حادثة. كانوا أصحاب جدا وبيتكلموا كل يوم. بس بعد الحادثة سلمى دخلت في صدمة. قعدت أسبوعين ساكتة، مش بتاكل مش بتنام. بتكتب في كراسة قديمة وبتعيط. افتكرت إن دي آثار الحزن، لكن اللي شفته النهاردة مش حزن، دي حاجة تانية. قلت لها: سلمى، نسرين ماتت، انتي عارفة كده. ابتسمت ضحكة باردة، مش على وشها، على صوتها. هي قالت لي إنك مش مصدق وعايزة توريك حاجة. قامت بهدوء، راحت ناحية الكومودينو، فتحت الدرج وطلعت ظرف أبيض. ادتهولي. فتحته، كان فيه صورة ليا وأنا نايم. الصورة دي أنا متأكد إني ما تصورتهاش أبدا. الصورة باين فيها وجهي بوضوح وأنا نايم على سريري، وفيه ظل واقف ورايا. ظل طويل، ملامحه مش واضحة، لكن واقف عند وشي بالظبط. قلت لها بحدة: انت جايبة الصورة دي منين؟ ردت وقالت: هي اللي بعتتها، نسرين. قالت لي إنك لازم تبطل تفتكرها ماتت. في نفس الليلة صحيت مفزوع. لقيت سلمى قاعدة على طرف سريري بتبص عليا. وشها هادي، بس عينيها سودة من غير بياض خالص. قالت لي: هي بتسأل ليه رفضت تصدق، ليه بتقول إنها ماتت وهي بتكلمني كل يوم. قمت مفزوع، نورت النور، مفيش حد. سلمى مشي من الأوضة، بس على السرير كان فيه تليفونها. فتحته، كان فيه مكالمة مسجلة، مكالمة طويلة 1:15. اسم جهة الاتصال نسرين حب. شغلت المكالمة وسمعت صوتين بيتكلموا، صوت سلمى وصوت تاني، صوت بنت بتقول: أنا رجعت علشان ناخد اللي خلانا نموت، مش كفاية إني لوحدي. بدأت أراجع كل حاجة حصلت قبل كده. أنا كنت حاضر يوم الحادثة، أنا اللي وصلت نسرين يومها بالعربية للمكان اللي ماتت فيه. بس دايما كنت حاسس إن في حاجة ناقصة، كأن عقلي شطب تفاصيل معينة. سلمى قالت لي بعدها: هي قالت لي إنك السبب، وإنها مش هتسامحك. قلت لها: أنا السبب؟ ليه؟ انتي مجنونة ولا إيه؟ قالت لي بصوت ثابت: مش أنا اللي بقول، هي اللي قالت، وهي جايالك النهاردة. في الليل، الساعة عدت 33 صباحا. البيت كان ساكت، وسماعتي بدأت تصفر لوحدها. رحت أشرب مية من المطبخ، ولما رجعت أوضتي لقيت الباب مفتوح، وسلمى واقفة في النص، ووراها بنت مش باين ملامحها، بس هدومها ممزقة، شعرها مبلول، وعينيها فتحتين قوي كأنها بتتحدى النور. سلمى قالت: نسرين عايزة تشوفك، تشوفك وانت بتعتذر. البنت اتقدمت، وفجأة النور طفى وكل حاجة بقت سودة. وآخر حاجة سمعتها قبل ما أغيب عن الوعي كانت صوت بيقول: أنا ما متش، أنا اتسبت. صحيت بعد 3 أيام في المستشفى. أمي كانت بتعيط، والدكتور بيقول إني دخلت في غيبوبة قصيرة. سألتهم عن سلمى، قالوا لي إنها اختفت من وقت اللي حصل، محدش عارف راحت فين. رجعت البيت، فتحت تليفونها،
لقيت ملف صوتي باسم الاعتراف، فتحته وسمعت صوتي أنا وأنا بقول: أنا كنت سايق بسرعة وسبتها هناك، خفت أقول إن السبب، خفت يتسجنوني، سامحيني يا نسرين، سامحيني. من يومها كل يوم الساعة 3:33 الصبح الجرس بيرن، وكل يوم نفس الصوت نفس الجملة: لسه ما خلصناش، لسه في حساب، ولسه في واحدة تانية هتيجي. أنا مش عارف هي مين، بس أنا حاسس إنها سلمى، وحاسس إن المرة الجاية هيكون دوري أنا.